اهلا بيكم يا حلوين معايا في قناه بصبص والمطبخ. النهارده جايه لكم بتجربه حلوه قوي عن برجر وهمي اللي قالب مصر وقالب الدنيا. تجربته وطعمه وجايبه لكم المنيو بتاعه وكل حاجه وتفاصيله كلها. بجد هو حلو جدا يا جماعه ولازم تجربوه. انا رحت الفرع اللي في مصر الجديده اللي هو في الكوربه. تقريبا الشارع ده اسمه شارع ابراهيم يعني. انا مصوره لكم الشارع اهو من فوق شويه عشان خاطر الناس. هو جنب محل اتوال وقدامه الناحيه التانية في بلبن. وكمان على الناصية كده في كنيسة هناك كده زي كنيسة أثرية قديمة شوية. هو في المكان ده والمنطقة دي كلها منطقة مطاعم. حلوة قوي. يعني للتمشية كده كمان لو في الويك اند عايزة تاخدي الولاد وتغيروا جو. انا صورت لكم كده المطبخ من جوه يا جماعة بجد منظمين جدا. كل واحد ليه دور في الساندوتش يعني اللي بيعمل العلبة، اللي بيحط الخضار، اللي بيحط الصوصات، اللي بيشوي البرجر، متخصص في البطاطس بس والذرة. فحلوين جدا. المنيو بتاعه ده الاوريجينال برجر. بيكون اسعار في الرانش وفي الباربيكيو حلقات بصل. وفي سبيشال وهمي اللي هو من تحت وبرجر فضاء. دي كده الاسعار. حجم البرجر يا جماعة من هنا للمنيو اللي بعديه كله حجم واحد، بس اللي بيختلف الصوصات والحاجات اللي معاه. ده الاوريجينال برجر اللي هو بيجي نفس البرجر بس مش معاه البيبسي ولا الذرة ولا البطاطس. ده اللي هو الاعلى حاجة الكومبو بيكون معاه كل حاجة. وانا هوريكم الساندوتش برضو على الطبيعة. احنا جبنا الرانش كان طعمه حلو قوي وجبنا البيكون. بس كانت قطعة البيكون صغيرة جدا بصراحة. ده الاوردر بقى بعد ما استلمناه بعد 10 ساعة في الطابور. بجد وقفة كتير قوي يعني بس يعني يستاهل. جبنا البرجر. ده اللي هو بصوص الرانش بيجي معاه قطعتين كده من الموزاريلا ستيك مقلية، وقطعتين من الذرة المقلية والبطاطس والبيبسي اللي هو يعني بديل بيبسي يعني مش بيبسي قوي يعني. وده اهو. ده برضو رانش احنا كنا طالبين 2 رانش. والبرجر من جوه يا جماعة بيكون جوسي قوي وطعمه تحفة. وده البيكون بس قطعتين البيكون كانوا صغيرين جدا يعني لا تذكر. البرجر ولا محروق ولا اي حاجة. بصوا ده اللي هو الكلاسيك. بالنسبة بصوا محشي من جوه جبنة كده بسايحة والعيش طري جدا وطعمه كان وهمي فعلا. في ناس كتير بتقعد تقول ان هو البرجر محروق، واليومين دول كده ناس كتير مطلعة ان هو وحش والاكل بيجي متلخبط وحاجات كتير. احنا بصراحة اما جبناه كان حلو جدا والاكل كان سخن وفريش والعيش بتاعهم طازة وطري قوي قوي. ودي كده شكل السندوتشات يعني بتتحدث عن نفسها. وكان معاه كمان حلقات بصل كده مقلية في النص كانت حلوة مدية طعم جميل. دي كانت تجربتنا مع برجر وهمي. لو عايزين تجربوه ليه فروع كتير قوي في مصر. مستنية بقى تجربوه تقولوا لي رأيكم في التعليقات وما تنسوش لايك كتير للفيديو. ومع السلامة.